اشتغل اي شغلانه تلاقيها قدامك. الشغل مش عيب، الشقه مش عيب، حتى لو كانت الشغلانه دي مش عاجباك، حتى لو كانت الفرصه اللي قدامك انت شايفها مش كافيه ليك. قعدتك مش حل، والله العظيم مش حل. اتحرك وما تقوليش اصل انا مش لاقي شغل. مفيش بني ادم بينزل يمشي ويدور على شغلانه غير اما ربنا بيلاقيه. ممكن الشغلانه اللي انت تلاقيها قدامك دلوقتي تبقى مش مناسبه ليك، وممكن تقول اصل هي قليله عليا، بس كل حاجه ليها بدايه. اما تبدا النهارده وتشتغل ويبقى عندك مصدر رزق، ربنا هيديك شغلانه واثنين وثلاثه واربعه. ما هو ربنا يا ابني بيجبر البني ادم اللي بيعافر، ربنا بيجبر البني ادم اللي بيبذل مجهود. ربنا اما يشوف عبده وعمال يدور يمين وشمال بيفتح له ابواب الرزق. فاوعى تقول الشغل عيب، الشغل مش عيب، والشقه مش عيب، والتعب مش عيب، وانك تجيب لقمتك بالحلال مش عيب. صدقني والله العظيم العيب ان انت عمال تدور على حاجه جاهزه تناسبك، وصدقني مش هيجي لك حاجه جاهزه تناسبك. مفيش حاجه هتيجي تخبط على الباب وتقول لك انا بتاعتك. ربنا بيدي للبني ادم الشقيان، والشقه دي حاجه حلوه على فكره، مش حاجه وحشه. تشقى في حاجه بتحبها تحصل بيها على قوت عيش ربنا يكرمك بيها. فاشتغل يا ابني، القعده دي والله العظيم ما هتنفعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باجي لكم فيديو جديد وروتين ضرب نار بجد، يا رب يعجبكم. بس اهم حاجه بقى لايكاتكم الحلوه، اشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفي قناتي، وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل فيديو انا بنزله. وكمان ما تنسوش تشتركوا معايا على صفحه الفيسبوك وتكبروا القناه بقى وتدعموني كده علشان احبكم وانزل لكم فيديوهات اقوى من كده بكتير. شايفين؟ المفروض بقى مطلوب مني ان انا ادق الارض دي كلها، ادقها، واي حجره كبيره كده اكسر فيها ودغدغ فيها والكلام ده كله. يعني نسمي الله ونستعين بالله برضو، ونجهز نفسنا كده لهدة الحيل. صراحة الهمة بتبقى حلوة في الاول، بس بعد كده الواحد بيفصل، بيتدمر تدمير، يعني بيتدمر فعلا يعني من كتر الشغل. الحاجات دي صعبة جدا 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 يعني. بس اهو يعني لو الواحد زي ما قلت لكم التوفير حلو جدا، يعني ربنا يدينا الصحه ونقدر نعمل ونوفر اي حاجه توفريها حلوه ليكي ولولادك ولبيتك كده. يعني لو تقدري تعملي حاجه بصحتك طالما ربنا مديكي الصحه وتقدري تعمليها، حاولي تعمليها. مش شرط تعمليها مره واحده. انا زي ما انتم شايفين كده باجي هنا كل يوم، يوم ويوم، اعدي يومين فاهمين؟ اللي هو مش بضغط على نفسي قوي في الشغل ان انا هموت نفسي يعني، بس في نفس الوقت بعمل حاجه بايدي علشان خاطر نوفر شويه، ما اعرفش ايه كده يعني. وعلى فكره دي حاجه بتميزنا وحاجه تشرفنا، مش حاجه وحشه. بالذات في الريف، وبنات الريف هم كده بيحبوا يساعدوا جوازاتهم، كل واحده تساعد جوزها يعني، وتمد ايديها في الحاجه لو تقدر وكده يعني. شايفين؟ دي المفروض بقى اوضه الاطفال، داخلها الشمس وحلوه ازاي وجميله والهوا كده فيها حلو. الاوضه بقى اللي وراها على طول المفروض اوضه النوم، اوضه مكتومه جدا لان الشباك بتاعها على منور ومش مش داخلها شمس قوي، يا دوبك الشمس حاجه بسيطه. فبصراحه لسه عايزه تنشف اكتر واكتر، يعني عايزه تنشف شويه حلوين. هنا بقى بكسر وهدي في حيلك يا قبل منى، يلا اديها بقى تكسير. بحاول بقى ايه اظبط الارضيه كده، المكان طبعا هما في ناس جم ودخلوا التراب ده من بره لجوه. احنا يعني اول حاجه اشترينا التراب ده ودفعنا عليه فلوس، وجي اسمه ايه لودر يعني ايه دخلوا كده شويه على قدام البوابه وخد فلوس. وجم ناس تانية دخلوا بقى ووزعوا في الاوض وفردوا كده على قد ما قدروا في الاوض وفي المطبخ وكده وخدوا فلوس. فانا خلاص بقى يعني فاهمين اللي هو احنا مش مستخسرين حاجه، بس في حاجات معينه لو تقدري تعمليها بايدك اعمليها. فهمت قصدي؟ عشان ما توصلوش في الاخر لمرحله اللي انا مثلا اللي احنا بخل او حاجه. لا، احنا كده، احنا بنات الريف كده يعني. اللهم لك الحمد، ربنا يدينا الصحه ونعمل. انا كده يعتبر خلصت على فكره. يعني الارض عايزه تدق يعني كتير 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 يعني. انا هنا مش اللي انا بدق حجره او كوبش طرق، يعني عارفين اللي انا ماسكاها في ايدي دي، المفروض بدقها وافرمها كده شويه. مش كده وبس، لا، بشوف الحته الواطيه واجيب من العالي واحط في الواطي وافردها، احاول على قد ما اقدر تبقى عيني كده ميزان وافرد الارضيه كلها. انا طبعا اول ما جيت على طول اول ما جيت انا عرقت وتعبت، لسه ما عملتش حاجه يعني، لسه ما اديتش ايدي في اي حاجه خالص. اما دلوقتي بعد ما خلصت الاوضه ده كان شكلي وده كان وضعي والطرحه بقت جايبه ميه. والاوضه اللي بقول لكم عليها المفروض اوضه النوم رطبه جدا، فيها نسبه رطوبه، والارض كده طريه يعني شويه كده، مش كتير، شويه يعني، لان الشمس مش داخله لها زي بقيه الاوض التانية.
يعني على فكره انا هنا ودني وجعاني من كتر ما بحط السماعات في ودني وكده، مأثره على وداني وكده. المهم سبت الاوضه شويه وبعد كده هرجع لها، هعمل على قد ما اقدر بس هرجع لها تاني يوم تاني يعني بقى، بس هرتاح شويه بعد كده ارجع لها يوم تاني. تمام. هنا بقى المنور، مفروض هنا المنور فيه رماد ويعتبر خلاص يعني، بس انا اصلا كان في دماغي انا، وهنا بصوا الحجر ده اللي هي اللي بتاع دي الصبه دي يعني اللي هي رفيعه دي برضو معرفش ايه موقعها في المكان، عايزه تتشال يعني كل ما اقول يعني عايزه اقول لحد يشيلها وانسى، كل ما افتكر ان اقول لحد يشيلها انسى، يعني كل ما حد يجي يشتغل في البيت وكده انسى ان اقول له يكسرها، يعني عادي مش هتاخد حاجه، بس ان شاء الله ربنا يعيني واكسرها واخلص عليها خالص يعني. المهم المنور ده انا عايزه يعني في دماغي اللي انا عايزاه يبقى المستوى بتاعه يبقى اقل شويه من المطبخ، يعني اقل بنسبه مثلا 10 سنتي 15 سنتي، مش كتير يعني، حاجه صغيره كده زي عتبه صغيره كده. تمام. فهحاول بقى اشيل بقى الرماد اللي اتحط فيها اصلا واسويها واظبطها واشيل كله على المطبخ، وبرده ارجع اظبط المطبخ اللي هو المفروض كان يتظبط اصلا وخلاص وارتحنا منه، بس يلا هنرجع نيت تاني عشان تعب مره، يعني انا هتعب دلوقتي بس عارفه ان هوصل لحاجه انا نفسي فيها او عايزاها او كده. لما اشيل شويه رماد احسن ما اكسر سيراميك، او اقول مثلا بعد كده لما نخلص خالص اقول يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت فاهمين؟ لا يبقى انا اتعب دلوقتي مش مشكله اهو. شايفين بقى الرماد، وهشيل كل الزوايد وبايدي كده هشيل من تحت الماسوره، لان لسه هتحط طبقه خرسانه وطبقه سيراميك برمله باسمنت، لسه حوارات كتير فلازم اشيل كده من الرماد. هيبقى سهل اهو. هنا بكسر لو في حاجات كلاكيع كده، بس هرجع اشيلها تاني كل ما احس ان هي، بقول لكم الواحد بيخلي عينه زي الميزان كده بتوزن شكل الارضيه، فكل شويه بشيل منها زيادات عشان تبقى مظبوطه، وعماله اشيل واحط واعمل. بصراحه حاجه صعبه جدا، انا تعبت في البيت ده تعب السنين بصراحه، استحق مكافأة نهاية الخدمة. انا مش عارفة الواحد بعد ما يتعب في البيت ده ويجيب اخره ويتعب زي ما انتم شايفين التعب اللي شفتوه واللي انتم ما شفتوش، انا عملت حاجات كتيرة جدا 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 انتوا اصلا ما شفتهاش ومش بصورها عشان ايه، يبقى اخد راحتي بقى في الشغل وكده زي ما انتم شايفين كل شويه. فتخيلوا بقى الواحد التعب ده كله في البيت، في الاخر لما تلاقي حد يقول لك انا هجيب عروسه جديده في البيت انا ما اعرفش ايه، يبقى انت تعملي ايه بقى؟ رد فعلي. دي برضو اوضه النوم عملت فيها كتير جدا جدا، بس لسه عايزه تاني، يعني عايزه ينضغط عليها تاني في احجار كده كبيره، لا انا قادره اشيلها ولا انا قادره افرمها او اكسرها يعني. شايفين دول بقى سايباهم بحيث لما اخلص بقى اوضه النوم دي خالص لو لقيت ان في حته واطيه اخد من هنا واكسرها برضه. وخلاص غيرنا هدومنا وكنت عطشانه عطش مش عايزه اقول لكم يعني، والعتبه دي لسه عايزه تتكسر برضه اللي هي تحت باب الشقه على طول. بس هنا بقى بقول لكم المفروض كنت عايزه اقول لكم يعني ان هنا كان اللي دخل الرماد عامل مستويين في المدخل، يعني حته عاليه وحته واطيه. شايفين الحته اللي فيها ضله والحته اللي فيها شمس؟ المفروض ان الحته اللي فيها ضله دي كانت عاليه بدرجه سلم كده، والحته اللي فيها شمس دي كانت زي ما هي. فقعدنا بقى نشيل لان ما كانش عاجبني طبعا الوضع، يعني ازاي اب بعد ما اول ما افتح البوابه الاقي فيه عتبه كده اتكعبل فيها او اتشنكل او اي حاجه او ملهاش لازمه. فقعدنا بقى نشيل فيها لغايه ما فرهدنا خالص، وقعدت بقى اظبط على قد ما اقدر. طبعا الحاجه اللي اقدر اعملها دلوقتي مش هقدر اعوضها بعد كده في التشطيب.